جوزي بيقول لي انتي بارده كتير، بقى بتيجي تشتكي ده انا حاسه ان انا بارده يا دكتور، انا مش فاهمه فيا ايه، انا مش بستمتع، انا مش بستجيب ليه، في مشكله ما انا مش فاهمه فيا ايه. احنا بنعرف من الحاله هي اصلا هي بطبيعتها بتاريخها المرضي، هل هي كانت بتشعر وكانت كويسه، ولا من بدايه الزواج وطريقه العلاقه ازاي ومده العلاقه ايه وطريقه الحياه عامه والعلاقه نوعها ايه وطبيعتها ايه ما بين الزوجين. رقم واحد في البرود الجنسي مش شرط بس يكون الختان، زي ما غالبة الرجال فاهمين انه الختان. المتعة الحقيقية في العلاقة الداخلية مش السطحية بس. فلازما الزوج يوصل مع الزوجة لدرجة الإرضاء، والعلاقة دي بتنتج عنها علاج 4 مرات للزوجة على مدار العلاقة. فمدة العلاقة الصحيحة ما بين الزوجين المفترض انها لا تقل عن نص ساعة فما أكثر. أما العلاقة السريعة اللي بيكون فيها الزوج عنده نسبة سرعة قذف ديت لا ينتج عنها إرضاء للزوجة، وده ممكن ينتج عنه إن الزوجة ما حستش بوقت ما لحقتش، فيحصل عندها عدم رغبة، وينتج عنها عدم علاج، عدم سعادة بالعلاقة. لو في ضغوطات نفسية ما بين الزوجين أو العلاقة على مدار اليوم مش لطيفة، أو هما شادين مع بعض، أو ضغوط الحياة أو الأطفال، أو في أي نوع من أنواع الاسترس اللي هي متعرضة ليه، ده ممكن يخلي فيه برود في العلاقة، هي مش مبسوطة في العلاقة. لو بتاخدي راس منع الحمل، لو بتاخدي أي أدوية للاكتئاب، لو في ألم أثناء العلاقة، يعني عندك التهابات، في وجع، أنا مش مظبوطة، فدي بتقلل الرغبة في العلاقة. أثناء الحمل أول 3 شهور وآخر 3 شهور بيبقى في تعب في الحمل من أريافة وترجيع وغثيان، وآخر 3 شهور حمل البيبي نفسه وحجمه على الأم فما بتبقاش مستمتعة. فالهاني مون للحمل هما ال3 شهور اللي في النص من الرابع للسادس، هما دول أكتر فترة السيدة لو طبيعية وأمورها طبيعية بتستمتع فيهم بالعلاقة وبيبقى عندها رغبة جنسية طبيعية جدا. مع تقدم السن، مع قرب سن يأس أو حدوث سن اليأس فعلا، بينخفض هرمون استروجين عند السيدة، فبيبقى عندها ضعف في الرغبة الجنسية. ولكن لو العلاقة طبيعية هي هتستمتع وهتبقى طبيعية جدا جدا. وجفاف المهبل بيتعالج برضو بأدوية والأمور بتبقى مظبوطة تمام، مفيش أي مشكلة. لكن التدخين بيزود البرود الجنسي، بيزود عدم الرغبة الجنسية. لذا الحالة اللي بتشعر ان عندها مشكلة لازم تتوجه للطبيبة تتناقش معاها في تفاصيل الحياة الزوجية ماشية ازاي، وتدرج العلاقة ما بين الزوجين، بحيث تحل معاها المشكلة بطريقة سليمة تتناسب مع شخصها هي نفسها، بدون مقارنة بقرينتها من الزوجات الأخريات. الزوج لو موجه للزوجة نقطة نقص عندها أو بيقارنها بأخريات أو هو بيشكك فيها، ده برضو ممكن يزود معاها البرود الجنسي. لازما الزوجين يتوجهوا للطبيبة بحيث هي تحدد المشكلة فين، ولو الزوج عنده مشكلة يحلها مع متخصص الذكورة، ولو الزوجة عندها مشكلة تحلها مع متخصصة النساء.